السلام عليكم. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن زراعة وإنتاج محصول الخيار في العروة الخريفي، وكمان هنتكلم عن الأراضي المناسبة للزراعة ومواعيد الزراعة وإزاي نجهز الأرض للزراعة، وكمان إزاي تتم عملية الزراعة. وآخر حاجة هنتكلم عنها إن شاء الله في الفيديو هي الجرعات السمادية اللي بيحتاجها محصول الخيار واللي من خلالها نقدر نحصل على أعلى إنتاج. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو متنساش تحط لايك. أول حاجة هنتكلم عنها وهي الأراضي المناسبة لزراعة محصول الخيار. الخيار بيحب الأراضي الخفيفة، يعني ما تكونش تقيلة أو رملية خالص. أهم حاجة تكون الأرض جيدة الصرف والتهوية عشان جذور النبات ما يحصلهاش اختناق وتتعرض للعفن. كمان يفضل إن الأرض تكون غنية بالمواد العضوية، وده بنقدر نوفره عن طريق إضافة السماد البلدي المتحلل، وكمان نقدر نزرعه في الأراضي الصفراء والطينية جيدة الصرف. تاني حاجة معانا وهي مواعيد زراعة محصول الخيار. مواعيد الزراعة في العروة الخريفي بتختلف شوية حسب المنطقة، لكن بشكل عام بتكون من منتصف شهر 8 إلى أواخر شهر 9، وهو أفضل وقت للزراعة. واختيار الميعاد المناسب مهم جدا عشان نتجنب درجات الحرارة العالية اللي بتكون في بداية النمو أو الصقيع لو تأخرنا في الزراعة. تالت حاجة معانا لزراعة محصول الخيار وهي إعداد الأرض للزراعة. بعد ما تتم عملية الحرث هنضيف سماد بلدي 20 متر مكعب للفدان، وهنضيف سوبر فوسفات من 300 400 كيلو للفدان، يعني من 6 ل8 شكاير. وكمان هنضيف كبريت زراعي 50 كيلو للفدان. وبعد كده هنخطط الأرض المصاطب ويكون عرض المصطبة متر. طيب ازاي هتتم عملية الزراعة؟ هتتم زراعة البذور على جانبي المصطبة على مسافة 25 سنتي بين أماكن وضع البذور. وبعد كده تروي الأرض بالمية بكثرة، بس ما تخليش المية تطلع فوق المصطبة عشان ما يأثرش على إنبات البذور. وفي طريقة تانية للزراعة وهو إنك تغمر الأرض بالمية وبعد كده تغرس البذور على جانبي المصطبة في وجود المية، والطريقة دي بتكون نسبة إنباتها عالية جدا. آخر حاجة هنتكلم عنها في الفيديو وهي الجرعات السمادية اللي بيحتاجها محصول الخيار. بالنسبة للتسميد النيتروجيني، الجرعة الأولى هنضيفها مع الراية الأولى اللي هي بعد 25 يوم من الزراعة، وهتكون بمعدل 100 كيلو للفدان من سماد نترات النشادر. طيب الجرعة التانية معانا هتكون مع الراية التانية، وهنضيفها بمعدل 100 كيلو للفدان برضو من سماد نترات النشادر. أما الجرعة التالتة هتكون نفس الجرعة الأولى والتانية اللي هي 100 كيلو للفدان من نترات النشادر مع الراية التالتة. وبالنسبة للتسميد بالبوتاسيوم هنضيف 50 كيلو من سلفات البوتاسيوم وهنقسمهم على دفعتين وهنضيفهم مع السماد النيتروجيني. أما بالنسبة للتسميد بالمغنيسيوم هيكون بمعدل 25 كيلو للفدان وهنضيفه مع الجرعة الأولى للسماد النيتروجيني. وآخر حاجة معانا في الجرعات السمادية هو التسميد بالعناصر الصغرى، الحديد والزنك والمنجنيز والبور. هنضيفهم عن طريق الرش على الورق بمعدل نص كيلو للفدان، وهنكرر الرش مرة أو اتنين على حسب حالة النبات. وآخر حاجة معانا وهو حصاد محصول الخيار. بيتم الحصاد للمرة الأولى من عمر 45 يوم لحد 50 يوم من الزراعة.